السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوعنا موضوع السعي. تحدثنا في الحلقة السابقة ما هو السعي، وعرفنا السعي وأنواعه وأهمية السعي في حياتنا بشكل عام، والأجر والثواب اللي يعود علينا نحن من هذا السعي. طيب الآن ما هي وسائل السعي؟ طيب وسائل السعي وتعتبر أهم وسيلة والأساس في هذا الأمر اللي هو الشعور بالمسؤولية. لا يمكن بأي حال من الأحوال الإنسان يسعى ويكون عنده عدم الإحساس بالمسؤولية. المسؤولية هي أساس كل شيء. يعني المسؤولية نحن لو ربينا أبنائنا على المسؤولية يعني نكون ربيناهم على أهم جزئية في حياتهم، يعني حياتهم العامة والخاصة، لأن المسؤولية يترتب عليها أشياء كثيرة جدا. يعني يمكن نلاحظ أنه بعدم تحملنا للمسؤولية ممكن نفقد يعني وظيفتنا، بعدم تحملنا للمسؤولية أنه ما نكمل دراستنا، عدم تحمل المسؤولية نقصر في عبادتنا، وهكذا. وقس على ذلك يعني الآن كثير من المشاكل الأسرية والتفكك الأسري، ونجد أنه يمكن الأسرة يعني الطلاق وغيره نجد سببه أنه عدم التحمل المسؤولية. إذا كان من يعني الزوج أو الزوجة يعني الطرفين يكون ساهموا، والشيء يمكن اللي يكون أعظم وأكبر وأكثر يعني يكون مضرة لنا نحن كأولياء الأمور وكأسر، اللي هو عدم تحمل مسؤوليتنا في تربيتنا لأبنائنا، نترك أبنائنا هكذا. فموضوع المسؤولية يعتبر هو الأساس في سعينا. إذا كنت أنا أشعر بالمسؤولية يكون سعي إيجابي، إذا كنت أشعر بالمسؤولية يكون السعي المشكور إن شاء الله، ويكون هذا السعي إلى الخير. طيب نقطة ثانية من وسائل السعي اللي هي يعني إيجاد هدف ومعنى للحياة. الإنسان لماذا أنا مثلا كونت هذه الأسرة؟ ما الهدف من يعني إنجابي للأبناء؟ إذا ما كان عندي هدف واضح، إذا لم يكن عندي يعني رؤية واضحة لماذا أنا مثلا أدرس، لماذا أعمل، وضوح الهدف، وضوح أنه يكون عندي الهدف والعزيمة تقودني إلى أن يكون هذا السعي المطلوب. فالإرادة والعزيمة يعني هي باعتبارها هي الماكينة اللي تحرك يعني هذا الأمر. والنقطة أخرى اللي يعني نجدها في هذا الأمر وضوح الهدف، إنه الله سبحانه وتعالى يقول ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يعني هنا إنه إرادة، عزيمة، الشرط إنه أنا أكون مؤمنة، فبالتالي يكون هذا السعي مشكور. فهذه واحدة من وسائل ما يعني الإنسان الذي يعني يكون عنده يعني الأمور سائبة غير واضحة، وبالتالي ما حيكون سعي أبدا. يعني نقطة ثانية اللي هي التدريب المستمر، وأن يعني نجد أنه حتى يكون من وسائل السعي كيف أسعي وأنا جالسة. يعني تجد أنه خاصة هذه الظاهرة أمام يعني جدا وسط الشباب يعني في هذا الزمان، ليس يمكن ربما ما يكون كل أبنائنا أو شبابنا، لكن البعض منهم يكون الواحد جالس طاقة، يعني يكون هو في ريعان شبابه، يعني خاصة من عمر 14 لعمر 30 عاما، جالس أحيانا معتمد على دخل من غيره، جالس إنه يقولك ما في عمل، ما في شيء، اللي درسه عمل إيه. فهذا يعني الاستكانة، ونجد يعني يمكن في كثير من الأدعية اللي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ اللهم نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، ويستعيذ من الفقر. فبالتالي هذه الأشياء اللي كان يستعيذ منها الرسول تعتبر واحدة من أذكار الصباح. هذه تكون واحدة من الوسائل اللي تعيننا في أن يكون عندنا هذا السعي. نقطة أخرى من الوسائل التحلي بالأخلاق الكريمة، التحلي بالأخلاق الإسلامية اللي يكون دائما مرتبط خاصة بأنواع السعي. لما أكون إنسانة صادقة، إنسانة أمينة، إنسانة متواضعة، متفائلة، هذه الأخلاق الكريمة
تقود إلى السعي المطلوب، إلى السعي المشكور، إلى السعي اللي فيه خير يعود بالنفع للمجتمع. فهذه الأخلاق اللي نجدها إحنا مثلا بعض الطلاب ما يسعى لأنه معتمد على القش، يستخدم أنه ممكن يكون عنده وسائل يخدع بها المعلمين، فبالتالي هذا السعي سعي معاق أو السعي غير صحيح، السعي سلبي ينعكس، ثم بعد ذلك يتخرج هذا الطالب وهو أصلا كانت حياته كلها قش وخداع، حيكون كذلك حتى أداؤه في المجتمع حيكون إنسان فاسد، وبهذه الطريقة ينتشر الفساد في المجتمع. واحدة من الأشياء اللي تجعل المجتمع مجتمع متخلف، مجتمع متخلف، واحدة من سمات المجتمعات المتخلفة اللي يكون فيها الجهل والأمية والعطالة، ويكون في هذا الفساد بكل أنواعه. وسائل أخرى اللي هي استغلال الفرص، يعني نجد الفرص موجودة في أي مكان، في أي بلاد موجودة فرص، لكن هل نحن نستغل الفرص؟ هل نحن نطرق الأبواب؟ هل نحن في ديمومة التعلم؟ هل نحن دائما نسعى لأنه نكتسب مهارات جديدة؟ فنجد أنه مثلا الإنسان انتقل من دولة إلى دولة أخرى، خاصة هذه النقطة للأخوة والأخوات اللي عايشين في بلاد المهجر، وكلنا نعيش في بلاد المهجر. نجد أنه يقول لك هذه البلاد ما فيها شيء، ما فيها عنصرية، يعني ما وجدت العمل، يكون الأساس فيها اللي هو نحن ما طرقنا الباب الصحيح، ما استفدنا من هذه الفرص، والفرص هي لا تأتي تطرق الباب، نحن الذين هي موجودة، بس كيف نكتشفها؟ من خلال التعلم، من خلال اكتساب المهارات، من خلال الاستعانة بالآخرين، من خلال الاندماج الإيجابي مع الآخرين. وسيلة أخرى كذلك الالتزام والانضباط، يعني واحدة من الأشياء اللي تحقق الأهداف في الحياة دائما نجد أنه العمل الدؤوب والعمل المستمر يأتي ثماره من خلال ماذا؟ الإنسان الغير منضبط، الغير ملتزم، ما يحضر في وقته، دائما أعمال مؤجلة، يسوف الأعمال، كيف يسعى هذا الإنسان؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال. وهذا ما وضحته في الآية السابقة اللي ذكرناه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الإنسان إلا ما سعى. يعني سبحان الله، وكثير من الآيات نجد يعني في سورة الملك، يعني تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ففي نهاية هذه، في جزء من هذه الآية، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يعني الله سبحانه وتعالى أنه يعني وضح لنا كيف أنه الإنسان اللي يكون متواكل، إنسان عاطل، يعني عنده متلازمة الكسل كما يقال في الإرشاد والصحة النفسية، يكون هذا الشخص غير ملتزم، غير منضبط، غير فاعل، وبيكون هو هذا اللي تكون عطل كل وسائل السعي المطلوب. كذلك من ضمن وسائل السعي اللي هي يكون اللي هو مواجهة التحديات. أكيد الحياة ما هي سهلة، الإنسان اللي يسلك طريق العلم وطريق التطور يحتاج منه كثير من التضحيات، يحتاج منه الصبر، ويحتاج منه المثابرة، يحتاج منه يعني أنه يواجه هذه الصعوبات الحياة، بمعنى أنه إذا لم أنا أتحمل هذه المتاعب، إن لم تتألم لن تتعلم. فكل هذه المتاعب وكل هذا السعي يحتاج مننا مجهود، يحتاج مننا عزيمة، يحتاج مننا وضوح الهدف، وبالتالي هذه جملة الوسائل اللي من خلالها نستطيع أن نحقق السعي المطلوب والسعي الإيجابي. وصلنا إلى ختام هذه الجزئية اللي هي جزئية وسائل السعي. إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة في ما يتعلق بثمار السعي. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.